السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام. اليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس الامتصاص والنقل لدى النبات في الصف الثامن. أولا، الامتصاص والنقل. وجدت أن النبات في الأنبوب 1 و2 يبقى حيا لأنه امتص النسر الناقص عبر الأوبار الماصة. أما النبات في الأنبوب 3 ذبل، فلأنه لم يتمكن من امتصاص النسر الناقص بوجود الأوبار الماصة في طبقة الزيت. أكمل الفراغ مع أحد زملائي عن وظائف الجذر. 1. تثبيت النبات في التربة. 2. يمتص الماء من التربة بواسطة الأوبار الماصة. النشاط الأول. في التجربة الموضحة بالشكل المجاور قمنا بفصل محلولين مختلفين التركيز مع الملح بغشاء نصف النفوذ يسمح بمرور الماء ولا يسمح بمرور المواد المنحلة في هذه التجربة، وتركناه فترة من الزمن. أحلل نتائج التجربة السابقة وأكمل الفراغات الآتية. 1. إن الماء ينتقل من وسط عدد جزيئات في الماء فيه كبير إلى وسط يكون فيه عدد جزيئات الماء أقل. 2. إن الماء انتقل من مكان عدد جزيئات الملح فيه قليل إلى مكان عدد جزيئات الملح فيه أكثر. 3. أصبح تركيز الملح في الفرع B في المرحلة الثانية أقل من تركيزه في الفرع B المرحلة الأولى بسبب انتقال الماء من الفرع A إلى الفرع B في المرحلة الثانية. تعلمت أن الماء انتقل من وسط يكون فيه عدد جزيئات الملح قليلا إلى وسط يكون فيه عدد جزيئات الملح أكبر. أقارن ما تعلمته من التجربة السابقة مع ما يحدث في النبات وأكمل العبارات الآتية. ينتقل الماء من محلول التربة إلى الوبرة الماصة عبر غشائها النهيولي لأن نسبة الماء في التربة أكبر، ثم ينتقل إلى الخلية المجاورة لها من القشرة لأن نسبة الماء في الوبرة الماصة مرتفعة أكثر من الخلية المجاورة، فينتقل الماء إليها، وهكذا يستمر انتقال الماء من خلية إلى أخرى بسبب ظاهرة الحلول حتى يصل إلى الأوعية الخشبية. تعلمت أن الماء ينتقل من محلول التربة إلى الوبرة الماصة بفضل ظاهرة الحلول الأسموذية. الحلول الأسموذية يعني انتقال الماء من وسط نسبة الماء فيه مرتفعة إلى وسط نسبة الماء فيه أقل. أضيف إلى معلوماتي الوبرة الماصة هي خلية من خلايا البشرة استطالت على هيئة شعرة، يحيط بها غشاء هيولي نصف النفوذ تحتوي على فجوة عصارية كبيرة. إن أول من لاحظ ظاهرة الحلول هو العالم نوليت عندما ملأ مثانة حيوان بالكحول ثم ألقاها في الماء فلاحظ انتباجها، ثم أعاد التجربة بطريقة معكوسة فانكمشت. النشاط الثاني. تحتاج النباتات إضافة للماء إلى عناصر معدنية مثل الأملاح المعدنية كي تقوم بوظائفها الحيوية، وهذه الأملاح تكون منحلة في الماء الموجود في التربة. فكيف تنتقل هذه الأملاح إلى داخل النبات؟ أضيف إلى معلوماتي محلول اليود هو أحد الكواشف التي تستخدم للكشف عن نشاء
متعدد السكر، فيظهر لون أزرق بنفسجي بوجود النشاء. تجربة: أقوم مع زملائي بالتجربة الآتية، ونراعي فيها عدم ملامسة محلول اليود لليدين والملابس. نضيف ملعقة من طحين الذرة إلى كوب من الماء، نحركها جيدا، نحصل على سائل هلامي يماثل إلى حد ما طبيعة سيتوبلازما الخلية، ثم نسكبه داخل كيس من السلوفان يماثل الغشاء الخلوي من حيث النفوذية، ونضع الكيس في كأس يحوي على محلول اليود. ألاحظ تلون النشاء داخل الكيس باللون الأزرق الداكن، لأن جزيئات اليود انتقلت من وسط تركيزه مرتفع إلى وسط تركيزه منخفض. وهكذا تنتقل بعض الأملاح المعدنية المنحلة بالماء من التربة إلى الوبرة الماصة، ثم تنتقل من خلية إلى أخرى حتى تصل إلى الأوعية الخشبية. ثانياً، انتقال النسل الناقص. قمنا بقطع ساق لنبات مزروع في أصيص من منطقة فوق سطح التربة، ثم انتظرنا قليلاً. وجدنا أن الماء يخرج من الساق من مكان القطع. لماذا؟ إن هذه الحالة تشبه إلى حد ما صعود الماء عبر الأنابيب إلى أعلى الأبنية بدفع من آلة الضخ. ألاحظ من هذه التجربة أن النسغ الناقص ينتقل من الأوعية الخشبية في الجذر إلى الساق والأوراق بتأثير قوة الضغط. تعلم أن بعض الأملاح المعدنية المحلى بالماء تنتقل من التربة إلى الوبرة الماصة حتى تصل إلى الأوعية الخشبية بطريقة تسمى الانتشار. الانتشار هي العملية التي تنتقل فيها المادة من وسط تركيزها فيه مرتفع إلى مناطق تركيزها فيه منخفض في شروط معينة. أضيف إلى معلوماتي، هناك طرائق أخرى تنتقل بها بعض المواد، منها النقل الفعال، حيث تنتقل المواد من الوسط الأقل تركيزًا إلى الوسط الأعلى تركيزًا بصرف الطاقة. تعلمت عندما يصل النسر الناقص ماء وأملاح معدنية إلى الأوعية الخشبية الناقلة في الجذر، يبدأ بالصعود عبرها إلى الساق والأوراق. يساعد في ذلك قوة ضغط تطبق من الجذر، تسمى الضغط الجذري. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد. وكان معكم يوسف عصام.